دلوقتي نازلين فلوج صغنون. نسليم نازل النهارده يروح الكيدز اريا، ماشي، عشان احنا بقالنا كتير قوي 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 ما خرجناش، تقريبا من اول الدراسه نسليم ما راحش اي كيدز اريا غير مره مع المدرسه. فاحنا النهارده بقى ايه خارجين. خليني اوريكم الاوتفيت. هذا هو اوتفيت نسليم مع الشنطه. ده الاوتفيت بتاع الايه الملاهي. احنا رايحين الملاهي. هي زمان كانت ملاهي عادي، ما اعرفش بيكبروا مواضيع ايه كيدز اريا دي ملاهي. رايحين ملاهي. ايوه صح. هنروح بقى دلوقتي. سيمو شايل لي الشنطه بيقول لي عشان تقيل عليك يا ماما. بر الوالدين اهم حاجه، بر الوالدين. طبعا هو دلوقتي حل هيديهاني على السلم اصلا يعني. بيغز. انت بتغزهم؟ انت بتغز الناس بتوعي كمان بتطلع لهم لسانك ازرق. يلا توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استنوا عشان أنا فتحت أنوار كتير قوي. استنوا نقفلها لحسن إيه يتخانقوا معايا في الأنوار. كفاية ده حلو. يلا بينا. توكلنا على الله. بنقول إيه؟ توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شاطر يا سليم. إيه سيمو؟ جبتيش الباسكت ليه؟ عشان احنا ما عندناش باسكت، احنا ما بننام. لا عشان انا دايما معوده ان بنزل باخد معايا ايه انا باسكت. رميته في الباسكت بتاعنا بتاع العماره. عمارة؟ قولهولي. هنروح نفتش في الباسكت بتاع العماره. يلا بينا. جاهزين سيمو؟ جاهز تروح الكيدز اريا؟ جاهز. الملاهي الملاهي جاهز الملاهي؟ يلا بينا. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بصي يا سيمو شكل السحاب جميل قوي قوي. والشمس بس ما شاء الله. والشمس ده ربنا خلق السماء. ايه دي؟ الايه؟ السماء والسحاب والشمس، كل حاجة ربنا خلقها. ربنا خلق السحاب عشان تعمل كده. ايوه. انت عارف ان السحاب ده هو اللي بينزل منه المطره؟ انا عايز منه كده. عايز منه؟ انت بتحب المطره اللي بتنزل من السحاب؟ وبشربها. بتشربها؟ هي حلوه يعني، بس ماشي. بشربها من بقي. قول ايه يا سيمو؟ كنت بقول ربنا خلق الناس وخلق العربيه، خلق ربنا خلق الناس والناس صنعوا العربيه. خلق كله كل حاجه. ايوه كله بإرادة الله. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى ما امرش للناس ان هم يقدروا يتوصلوا بعقلهم ان هم يصنعوا العربيه الجميله دي ما كانوش عرفوا يصنعوها، لكن هم صنعوها عشان ربنا ايه؟ ربنا اراد لهم ان هم يصنعوها. صح؟ عصفورات. ايه؟ عصفورات. عصفورات؟ عصافير. ايوه. هي ده المول اللي جواه بقى فيه العاب. تعالى بقى نخش نشوف بقى الالعاب دي بتقول ايه، بس الاول نقفل الازاز. راح انا قفلته. دي واقفين بره. سليم فين الملاهي؟ فين الملاهي؟ لسه يا سيمو لسه ما دخلناش جوه. والله هنستنى صاحبك. سنوري بابي تربطني ولا ايه؟ زيو تشوفين. ايوه كمل كده. ها نحاول بالدركسيون. ايوه هناك بقى شويه. عايزه اقول لكم وشي منه في الارض يا اولاد، وشي منه في الارض. قعدت عشمت الولد وكيدز اريا واتريقت وملاهي وعملت حوار كبير. رحت مول العرب اتفاجئ انهم قفلوها وكامينج سون. انا محتاجه حاجه ناو دلوقتي تنقذني من الموقف اللي انا فيه. انقذوني. المهم قلنا خلاص مفيش مشكله. افتكرت ان في كيدز اريا كده في ايكيا. رحنا ايكيا. عايزه اقول لكم كنت سامعه ان هناك حاجه بقى كويسه وبتاع وساعه وكده. ما لقيناش اي حاجه من الحاجات دي خالص. هي استراحه بس للاطفال كده، وتسيبيهم ساعه وما تخرجيش بره ايكيا. تلفي في ايكيا وترجعي تاخديه، ولازم ساعه محدده.
طبعا الوضع طبعا صعب في ظل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، وانا اصلا حد موسوس، فاحنا الاثنين رفضنا خالص، انا ومامة صاحب سليم رفضنا، قلنا لا يعني اكيد مش هنسيبهم كده ونمشي احنا، يعني اكيد مش هينفع. فقلنا خلاص هنلعبهم بقى في الالعاب الفرديه دي. رحنا ركبنا القطر، وطبعا القطر ده ممتع جدا بالنسبه لي يا جماعه، ببسط قوي لما بركب القطر ده. طبعا احنا بنتدرب في الاطفال، احنا اصلا بنبقى احنا الكبار اللي عايزين نخرج اساسا. فركبناهم القطر كده والولاد اتبسطوا، وبعدين لقينا العربيات دي، قلنا برضو نركبهم العربيات دي عشان ما يبقاش عشمناهم، وبعدين قعدوا يجروا ورا بعض. في الاخر سليم طبعا، هو مش في الاخر قوي يعني، وقبل العربيات دي على طول سليم وقع للاسف، واللسه بتاعته جابت بقى دم كتير. عايزه اقول لكم كان بحر من الدماء، دم كتير جدا جدا جدا. حاولنا نوقف الدم يعني فتره طويله. جريت بيه على الصيدليه، انا مش هقول اسم الصيدليه بس يعني بجد بجد كميه برود مش طبيعيه والله يا جماعه. انا رايحه وشايله الولد على قلبي كده، والولد عمال نازل دم كتير جدا من بقه، وانا اصلا بتوتر جدا في المواقف دي. بنتين قاعدين عمالين يبصوا كده ويقولوا قربيهولي كده، طب ما تقومي انتي، قومي حضرتك قومي، مش عايزه تقومي ليه؟ طفل جايلك وعمال بقه كله دم، قومي انقذيني، قولي اي حاجه، قولي اطلعي بيه على المستشفى، قولي اي حاجه، لكن قربيهولي. انا اللي هقربهولك، واقربهولك ازاي؟ هقربهولك ازاي وانا بيني وبينك يعني مسافه يعني. قعدت تبص كده، مفيش حاجه، ممكن لا مش محتاج حاجه ومش عارفه ايه، وفضلت قاعده في مكانها عادي جدا جدا ولا الهوا. جه بقى دكتور شافني بصراحه الله يبارك له، وده بقى الفرق ما بين الناس اللي انتوا تفتكروهم بالخير فتفضلوا تدعوا لهم، والناس اللي انتوا تفتكروهم تبقوا عايزين اصلا تنسوهم تاني، يعني اللي هو يعني يا ريتك ما عديت عليا. فبجد ربنا يبارك له، قعد طمني جدا وقعد يقول لي مفيش اي حاجه ما تقلقيش، وقعد حاول يكتم برده الدم كده، وقعد يقول لي افضلي ماسكاها وحطي ميه ساقعه كتير، افضلوا مستمرين زي ما انتوا بتعملوا. وفعلا الحمد لله الدم وقف، فالحمد لله الحمد لله، وربنا يجازيه خير يا رب. انا هحط لكم صوره سليم. عايزه اقول لكم اصلا اللسه يعني بصوا المنظر اصلا كان صعب قوي قوي ده كده يعني. عايزه اقول لكم الصوره دي بعد ما خفت بشويه، يعني بعدها بيومين 3 الصوره دي. فطبعا الحمد لله الحمد لله يعني. بس بقى وقعدنا بقى ايه اتفسحنا كده شويه، قعدنا كمان رحنا العبد بصراحه جميل قوي يا جماعه، طلع حاجته حلوه. انا مش من الناس اللي بتروح كتير العبد، بس العبد حلو يعني. جبنا كده لاتيه وكان عامل عروض حلوه، وبس بقى الاولاد قعدوا اتبسطوا قوي قوي قوي. هنا سليم طبعا ايه كان عمال يشوف الباب بيتفتح ولا لا. انا يعني حبيبي العب الوقت اللي انت جاي تلعبه عشان فلوسي يا حبيبي اللي انت عمال تضيعها في كلام فاضي دي. بس الحمد لله تقنعه ان هو لازم يتحرك بالعربيه دلوقتي، والا ان احنا عمه هياخد العربيه مننا. وبصراحة كان يوم ممتع جدا، اتبسطنا قوي قوي قوي، وان شاء الله تتكرر تاني. ودايما بدعي لابني كده ان ربنا يرزقه باصحاب حلوين، وان يكون ليه رزق كده في صحابه، لان اختيار الصحاب بيفرق قوي، وخصوصا ان بيجي عليهم وقت هما بيسمعوا كلام صحابهم اكتر ما بيسمعوا كلام اهلهم. طبعا باين عليا البهدله. سليم معاك ايه؟ معاك لعبه؟ ايوه بقى سيمي تعالى كده، تعالى نرتاح. الحمد لله خلصنا اليوم، كان يوم لذيذ وحلو وجميل. خرجنا اتفسحنا مع اصحابنا، وهنبقى ايه نبقى مبسوطين بقى، صح يا سيما؟ ولعبنا العاب وايه كتير كده تمام.